يقع المتحف البيئي داخل فضاءات المقر الاجتماعي لمعهد المناطق القاحلة بمدنين جنوب شرقي البلاد التونسية على الطريق الرابطة بين مدينة مدنين وجزيرة جربة. تبلورت فكرة تأسيس المتحف البيئي للمناطق القاحلة داخل فضاءات معهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار برنامج البحث المهتم بالتراث الذي أشرف عليه الدكتور كمال العروسي باحث في الأنثروبولوجيا بمعهد المناطق القاحلة، وذلك منذ عام 1993. وقد حظي هذا البرنامج بتمويل مباشر من كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا في مناسبتين متتاليتين خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية سنة 2002. عقب التقييم العلمي لمشروع المتحف البيئي من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي في شهر جوان 2002، أصدرت هذه الأخيرة توصية بجعل مشروع المتحف البيئي وحدة ذات مصلحة عامة تحت إشراف المنسق العلمي للمشروع، مؤكدة أن إنجاز الأعمال المنوطة بالمشروع تقتضي استمرارية في الزمن تتجاوز فترة عقد البرنامج التي تنتهي سنة 2002. في أولى خطوات تأسيسه انطلق مشروع إنشاء المتحف البيئي للمناطق القاحلة داخل فضاءات معهد المناطق القاحلة بمدنين ببناء معصرة زيتون تقليدية عام 1999، وقد تم ذلك باستعمال إمكانات المعهد الذاتية، ليتم البدء مع مستهل عام 2002 في أشغال بناء قاعات عرض المتحف وتهيئة فضاءاته الخارجية على مراحل عقب فتح باب اعتمادات سنوية خصصتها سلطة الإشراف لإنجاز المشروع للبناء والتأثيث واقتناء المعروضات المتحفية. افتتح المتحف البيئي أبوابه لزوار المعهد وللتلاميذ والطلبة ابتداء من عام 2003، واستمرت توسعة فضاءات العرض المخصصة له على امتداد الأعوام الموالية. بقرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 21 مارس 2012 تم إدراج المتحف البيئي ضمن الهيكل الإداري للمعهد. تتكون عناصر المتحف البيئي المنجزة من 4 بناءات تمسح حوالي 600 متر مربع، 400 متر مربع بالطابق السفلي مخصصة لقاعات العرض 8، 90 متر مربع بالطابق الأول مخصصة للقسم الإداري، 35 متر مربع للمعصرة التقليدية، و75 متر مربع لمبنى مستقل معد للخزن والصيانة. ويضم المتحف البيئي أيضاً فضاءً خارجياً مفتوحاً على محيطه تقدر مساحته بحوالي 7500 متر مربع، مكون من بستان للفلاحة والري التقليديين ثانية، ومطبخ تقليدي ومجسم معماري للقصور بالجنوب الشرقي التونسي يستعمل منصة للعروض الخارجية. يمثل مشروع المتحف البيئي للمناطق القاحلة امتداداً لمجالات اختصاص معهد المناطق القاحلة بمدنين كمؤسسة بحث مختصة في علوم الصحراء ومقاومة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية والأصول والجينات الوراثية ودراسة نظم الإنتاج الفلاحي والرعوي بجهة أضحى فيها التصحر الذي يهدد الذاكرة الجماعية والمخزون الحضاري، يستدعي نفس الاهتمام والدرس اللذين يستوجبهما التصحر المادي. تقع إشكالية البحث التي يهتم بها باحثو المتحف البيئي في نقطة التقاطع بين كل الاختصاصات التي يوليها المعهد اهتمامه، حيث يمثل موضوع بحثه مشغلاً تلتقي فيه اختصاصات المخابر ال5 بالمعهد، مما يجعل منه وحدة متصلة بمخابر البحث من حيث الاهتمامات منفصلة عنها هيكلياً، وهو بذلك يندرج من منظور تصنيف المتاحف بالبلاد التونسية في خانة متاحف المؤسسات.
تحتوي قاعات المتحف الثماني حالياً على قرابة 2100 قطعة عرض تم امتلاك أغلبها عن طريق الشراء، إضافة إلى القطع التي تم الحصول عليها عن طريق الهبة من المؤسسات والأفراد أو عن طريق ما يتم العثور عليه خلال أبحاثنا الميدانية. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمعهد وقع تهيئة مسار في الفضاءات الخارجية تم بموجبه فتح باب مستقل عن مدخل المؤسسة الأم يربط المتحف بالطريق الرئيسية، كما تم تهيئة مأوى خاص للسيارات وذلك لاستقبال السواح والزوار وسط فضاء مخصص للمتحف البيئي تقدر مساحته الإجمالية ب 8000 متر مربع. من أهداف المتحف البيئي المحافظة على التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي بشقيه المادي واللامادي بالمناطق القاحلة التونسية، جرد وتوثيق المواقع الطبيعية والمعالم التاريخية ومجمل التراث الثقافي المادي واللامادي للمجتمعات الريفية بالمناطق القاحلة، إنقاذ الموروث المعرفي التقليدي في مجال الإنتاج الفلاحي والرعوي ونظم المحافظة على الموارد الطبيعية والصناعات التقليدية من الإتلاف والتهميش، تثمين الموروث المعرفي والحضاري من خلال توظيف نتائج البحوث لخدمة برامج التنمية الاقتصادية ومنظومة السياحة البيئية والثقافية بالجهة.